النهارده هنعمل مع بعض ورقة اللحمة، بس مش التكنيك العادي، لا ده تكنيك خاص، شغل عالي من الآخر بجد، بطعم ونكهة ضاني حكاية، كأنك عاملاها بلحمة ضاني، بس مش عاملينها بلحمة ضاني. خشي اعرفي عملناها ازاي. ومن غير ما اطول عليكي يلا بينا على طول نعرف عملنا ورقة اللحمة التحفة الخطيرة دي ازاي، كأننا جبناها من المطعم. يلا بينا. عشان نعمل ورقة اللحمة بتاعتنا محتاجين نص كيلو من اللحمة. انا جايباها من بيت الكلاوي، شطفاها كويس ودقاها بالمدق كده زي ما انت شايفة. وطبعا زي ما انت شايفة الشريحة بتاعتها رقيقة بالشكل اللي انت شايفاه ده. تمام. هتبلها بقى بالملح والفلفل، ملح والفلفل كده بالشكل اللي انت شايفاه ده اهو، فقط لا غير، مش هحط لها اي بهار تاني. اقلبها في بعض كده، وبرده رشه من الملح. هقلبها في بعض وهسيبها بس يعني 5 دقايق بس تتشرب في الملح والفلفل، تتبل بمعنى اصح يعني كده. اتاكد كده ان اللحمه بتاعتي كلها في التتبيله، وهسيبها زي ما اتفقنا تتشرب في الملح والفلفل ده 5 دقايق. عندي بصلتين مقطعاهم جوانح كده بالشكل اللي انت شايفاه ده بقى، برضه هتبلها بالملح والفلفل بالشكل ده، واسيبها برضه تدبل دقيقتين 3 كده. دلوقتي بعد ما سبت اللحمه بتاعتنا في الملح والفلفل يعني قد 5 دقايق كده، والبصل برضو في التتبيله بتاعته اللي هي الملح والفلفل، هنيجي في طاسه على النار. حطيت طاسه الجريل على النار مبدئيا كده، الطاسه دي لسه جديده، اول مره اشتغل فيها، قولوا لي رايكم فيها ايه في الكومنتات. هنزل فيها معلقتين كده زيت، وعليهم معلقه آه، دهنة انا عاملاها ضاني. تمام، دي ميكس ما بين الدهنة والزيت، بعملها مع كوبايتين حليب واخليهم يغلوا على النار، بيدوني ميكس زبدة رهيب بس بطعم وريحة الضاني. تمام اهو، سخنت عليها النار كده، واول ما تبتدي عندي الطاسة تسخن هبتدي انزل عندي بشرايح اللحمة زي ما اتفقنا او عارفين بمعنى اصح ان اللحمة لازم درجة حرارة عالية، انا عايزاها تسمغ وتقفل على ميتها، والمسام بتاعتها تتسد بمعنى اصح. تمام، فما بتنزلش ميتها، تفضل اللحمة محتفظة بالالياف بتاعتها. اول ما تبتدي تسخن هنزل باللحمة، ابتدي انزل عندي بشرايح اللحمة بالمنظر ده. بسم الله، زي ما اتفقنا على درجة حرارة عالية، حط الكمية كلها. وده شكل اللحمة بتاعتي بعد ما نزلتها في الطاسة. اول ما الاقيها شمعت من تحت هبتدي اقلبها للجنب التاني، هبتدي دلوقتي اقلبها على الجنب التاني. بسم الله، كل دقيقة هبتدي اقلبها على جنب مختلف بحيث ان اللحمة بتاعتي تاخد لون حلو كده. بعد ما اللحمة عندي خدت لون كده اللون اللي انت شايفاه ده، هبتدي اطلعها في طبق بره كده. هبتدي انزل عندي بالبصل اللي احنا تبلناه في الملح والفلفل، وهنزل عندي كده بفصين توم سلام كده يعني من غير تخطيط، وهستنى لما البصل ده يتكرمل معايا وياخد لون.
عندي هنا كمية من الخضار المشكل مقطعاه تقريبا لحد ما زي بعض، عشان خاطر بس يستنى يفضل معايا سليم كده وما يتهريش معايا لمدة الساعة اللي انا هقعد فيها الورقة اللحمة بتاعتي في الفرن بالشكل اللي انت شايفاه ده. شطفاه كويس، عبارة عن جزر وفاصوليا خضراء وكوسة وبطاطس. هبتدي انزل عندي بالخضار المشكل ده، تمام، في الطاسة عندي. ونزلنا كمان بفلفل اخضر، بالشكل ده. هقلب الخضار ده، هخليه ياخد تشويحة مع البصل في الطاسة. بصوا يا جماعة، انا لقيت الطاسة عندي مش شايلة كمية الخضار بتاعتي، عشان انا عاملة كمية كبيرة، فهنقلها في حلة كبيرة بالشكل ده. نقلتها عشان اعرف اقلب الخضار في بعضه واعرف اتبله كويس بالبهارات بتاعتي. اقلبه بالشكل ده كده. لقيت عندي قطعة من البطاطس متخرطتش كده، تمام. ابتدي انزل على الخضار الجميل ده على النار كده. هسيب بس الخضار الحلو ده مع بعضه 5 دقايق بس على النار. هتبله بملح وفلفل. نزلت بمعلقه صغيره، ربع معلقه صغيره، مش معلقه، ربع معلقه صغيره بس فلفل اسمر عشان الاكل ما يحماش، تمام. وهقلب الكلام الجميل كده كله مع بعضه. وهنزل عليه بقى ب3 طماطميات مكعب مقطعاهم مكعبات، ونزلت عليهم بفلفل بقى 3 قرون فلفل اخضر. بس الكاميرا عندي فصلت اهي. الطماطم هنزل بيها كده بالشكل ده. ونزلت عندي بمعلقتين صلصة كده كبار مع الطماطم. هقلب الكلام الجميل ده كده مع بعضه. انا مش عايزه بس الخضار يستوي، لا، انا عايزاه بس يتقلب في بعضه على النار. وفي الاخر عندي هنزل بمعلقه صغيره من السبع بهارات بالشكل ده. واحط بس ورقتين لورا كده، تمام. هجيب الصينيه اللي هحط فيها اللحمه بتاعتي والخضار بالشكل ده. احط كده بس. هجيب هنا عندي ورقه فويل وورقه الزبده بالشكل ده. بفردها في الصينيه كده كويس. الصاج بتاعي اللي انا هحط فيه الخضار بالشكل اللي انت شايفاه ده. اهو كده. وهحط فيه الخضار. بسم الله. صب الخضار كده بالراحه ان شاء الله. زي ما انتم شايفين نزلت خليط الخضار بالبهاريز اللي كانت نازله من اللحمه كلها، تمام. ده اللي هيديني الطعم الخطير، ونكهه الضاني اللي انا حطيتها وحمرت فيها اللحمه هتديني طعم اجمل، كأني عاملاها بلحم ضاني. ابتدي كده اوزعها، اخبطها كده عشان تريح مع بعضها. هبتدي ارص اللحمه بتاعتي كده. بسم الله. بص الجمال اللي نازل من اللحمه خطير، مش هسيب فيه يعني نقطه كده، تحفه ما شاء الله. ابتدي اجيب ورق الزبده
واقفل كويس عشان البخار هو اللي هيسوي لي اللحمه. نشقه كده في الصاج، والفويل هو اللي هيأكد القفل كده. عندي الفرن البوتاجاز شغاله قبلها بربع ساعه او نص ساعه. بعد كده هدخلها على درجه حراره 180. الرف اللي قبل النار اللي من تحت، يعني مش في النص، لا الرف اللي فوق العين اللي تحت. تمام اهو. بتاكد ان انا قافله كويس بالشكل ده. هسيبها اول ربع ساعة على درجة حرارة عالية، وبعد كده باقي الساعة على درجة حرارة متوسطة تكمل سواها. اقفلها كويس، اتأكد انها محكومة كده عشان البخار بتاعي ما يطلعش. اتأكد ان الفويل اللي فوق ده قافل على الفويل اللي تحت بالشكل ده. ندخلها الفرن زي ما اتفقنا، وبعد كده اوريكم شكلها النهائي في الاخر عامل ازاي. ودي شكل ورقة اللحمة بتاعتنا بعد ما استوت وطلعت من الفرن بالشكل الخطير اللي انت شايفاه ده. تحفة، الخضار كله مستوي، اللحمة حكاية. عايزة اقولك الريحة، قطعة الدهنة اللي احنا حاطينها وميكس الدهنة الضاني اللي احنا حاطينها عاملة ريحة خطيرة. ولا اللحمة، عايزة اقولك اللحمة خطيرة بتتقطع. بصي دايبة دوب. جربيها على طريقتي وانت مش هتندمي. بس ما تنسناش في اللايك في الشير والسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك منا كل جديد. دمتم في حفظ الله وبألف هنا وشفا.